السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي على اسمها البسيط. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هاد لي ميني كيك اللي كيجيو رائعين وتيتحضروا بسرعه بمقادير اقتصاديه. بقاو معايا في هاد لا فيديو. اول حاجه هنا غناخد مولينكس، ممكن تخدموا غير بالضرب اليدوي. غادي نديروا جوج ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. غنزيد عليهم كاس ديال السكر وكنخلطوا مزيان هاد المكونات حتى كيطلع لينا هاد الخليط. وغنزيدو كاس ديال الزيت وغنزيد كاس ديال الحليب. هاد الكمية أنا اللي درت عطاتني 13 حبة، ممكن أنكم ديروا غير نصف الكمية، ولكن الصراحة راه ما تتشبعوش منهم. غنسمهم بقشور الحامض. الا كنتو غادي ديروا لافاني غادي ديروها في الاول من درت البيض والسكر، كتزيدوا الساشي ديال لافاني. غادي نديروا جوج خمارات ديال الحلوى في المجموع 14 غرام. وغنزيد جوج كيسان ونص ديال الفرينه. هذا هو القوام ديال العجين. كناخدو هاد لي مول هادو اللي كنصاوب بهم لي كيش. دهنتو بالزبده ودرت لهم رشيتهم بالفرينه. وغادي نديرو هكذا جوج معالق كبار ديال العجين، ما كنوصلوهمش حتى الفوق حيت غادي يزيدو يتنفخوا لينا في الفران. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ممكن انكم تخليوهم غير هكذا حتى كيطيبوا، عاد تزينوهم من الفوق باللي بغيتو. وممكن انكم، انا غادي هنايا غادي نخلط. غادي ندير شويه هكذا بالتفاح شرائح، وشويه غادي نديرهم هكذا بالتفاح محكوك والزبيب كما غادي تشوفوا، والاخرين غادي نخليهم هكذاك عاديين حتى الاخر ونزينهم بالكوك. هذه الكميه الاولى عطاتني 10 حيت عندي 10 ديال الليمون. غادي نطيبهم ومن بعد العجينه غادي نخليها في الثلاجه ما عليها والو. عاد نزيد نطيب، جابت لي 3 اخرين، يعني جاوني في المجموع 13 ميني كيك. هنا كما شفتوا هذا الديكور الاول اللي درت هكا شرائح تفاح رقيق، وغادي نزينو على هذا الشكل. كنخالفهم بحال هكا باش كيعطيني واحد الشكل هكذا ديال وريضه، كيجي زوين. وممكن انكم ديروا اي تزيين بغيتوه. وهنايا حكيت التفاح في الحكاكه الغليظه باش هكا ما يطلقش الماء ديالو.
وغنزيد له هكا من الفوق الزبيب. وبالنسبه لداك الشكل الاول غادي نرشو هكا بشويه ديال السكر. الطريقه ديال الطياب ديالو كنشعل عليه من الفوق ومن التحت على 180 درجه. خدا ليا 20 دقيقه. كيتحمر هكا من جوج جهات، كيتنفخ كما قلت لكم. وهذا هو الشكل ديالو، راه عاد سخون، غنخليه شي شويه يبرد عاد نديمو ليه. كيجي الصراحه هشيش، ولديت بزاف، راه ما تشبعوش منه. هادوك اللي كانوا سامبل ما درت لهم والو من الفوق، زينتهم هكذا بشويه ديال الكونفيتور والكوك. كيبقى التزيين اختياري كما قلت لكم. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، تشتركوا في القناه وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، اقتراح جديد. خليتكم على خير، بسلام عليكم.